بس دي شيله كبيره قوي، انا ما كنتش عامله حسابي على كده. يعني هتقدري تشيلي ولا تقيل عليكي؟ بتهيألي انها لو تقيله عليا ما كنتش فرجتني عليها، مش كده؟ كده الصراحة إن أنا من ساعة ما شفتك وأنا عرفت إيه اللي على مقاسك وإيه اللي مش سكتك. الله، وكمان عارف اللي على مقاسي؟ ده انت عينك عليا من زمان قوي بقى. من ساعة ما شفتك عند بدير الله يرحمه وأنا أمنت إن في يوم من الأيام هيحصل بيننا وبين بعض شغل. شوفي بقى البني آدم ونصيبه. وعلى فكرة كل حاجة بتبقى مكتوبة على الجبين. والله النصيب. سيبيها دلوقتي وروحي نامي، انت تعبتي. يلا هو احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول على الجبين. ويا ترى بقى كان مكتوب على جبينك ان انت هتشيلني عقود ب50 مليون؟ 5. شوفي انا ما بحبش في حياتي قد الست القنوعة، اصلها بتبقى عملة نادرة قوي ما تتقلش بالدهب. قصدك ايه؟ قصدي ان في صفر حنين جنب ال50 ما خدتيش بالك منه. 500 مليون؟ 500 مليون. ال50 مليون دول نديهم للكومي يلعب بيهم شوية رمل وسلط وشوية عمارات. إنما بقى اللي معاه الشايب تخليه للآخر، وفي الأخير إيه؟ ربه كريم. اوعى بس تقول على نفسك شايب، ده انت في عز شبابك. بس مول ايه ده اللي ب500 مليون؟ مدينة كاملة واسعة أوي، الناس تجيها 100 مرة وما يجيبوش آخرها. بس انا معيش سيوله لكل ده. وأنا رحت فين؟ مش هو ده اتفقنا؟ أصدرك مكاني في حاجة وتصدريني مكانك في حاجة، مش ده برضو اللي كان بينك وبين الكومي؟ وأنا إيه والكومي إيه؟ لا يا حبيبي، الكومي ده جوزي، يعني في بينا ورق وعقود وتوكيل رسمي، يعني روحه في ايدي. أنا روحي تحت أمرك، بس أنتي قولي بس على ايه؟ انتي تسيبك من الكومي ونكمل مع بعض. هو في كده؟ في كده وابو كده وام كده وكل كده. ايه انت ايه دخلت هنا ازاي؟ انت نوع السباعي؟ ايوه انا نوع السباع. هتوه ايه في ايه؟ وهتقول دي كمان مش حكايتها ايه معاك؟ هتقولنا دي ايه؟ اوعى ايدك ما تمسكنيش هتوه. يا نوح. يا سيدي بنات بقول لك ما تمسكنيش، انا جايه. في ايه؟ في ايه حضرتك؟ خلاص ما تقلقيش. معلش يا روبا، استحملي يا حبيبتي، كلنا مقدرين اللي انت فيه وعارفين انه صعب. صعب؟ اللي انا فيه ده ملوش اي وصف يا ليلى. ليكي حق، بس برضو عايزه افكرك انك قد الموقف مش اصغر منه. انا الكام يوم اللي قضيتهم هنا خلوني احس ان انا ضعيفه قوي. انت مش ضعيفه، اوعي اسمعك تقولي كده تاني. انت لما اخترتي تقربي من عيش الدبابير كان اختيارك لوحدك، كنت فاهمه كويس انهم لو عرفوا مش هيرحموكي، كنت متحمله القرار ده ونتائجه. بس مش بالشكل ده يا ليلى، العقاب اكبر بكتير من الغلطه اللي انا عملتها. ليه بتسمي اللي عملتيه ده غلط؟ انت ما غلطتيش، انت بتدوري على حقك، حق رضا اللي اختفى من وسطينا بدون سبب او جريمه عملها. لو غلط اننا ندور عليه ونلاقيه يبقى اختفائه بتسميه ايه؟ انا تعبانه قوي يا ليلى، حاسه بعد كل اللي بيحصل لي ده ولسه هيحصل لي اني مش هوصل لحاجه. انا فعلا ما وصلتش لحاجه، واقفه محلك سر. رضا فضل يدور على الحقيقه الضايعه لغايه ما ضاع وراها، زي مغناطيس بيشد كل حد بيقرب منه، وبدا يشدني انا كمان. انا خلاص بضيع يا ليلى، خلاص. ما تقوليش كده، احنا كلنا معاكي، ده حتى اشرف جالي وحكالي على اللي حصل، هو بس عايزك تقابليه وتديله فرصه انه يساعدك ويقف جنبك.
لا لا، انا كل حد بيقف جنبي بيتأذي، وانا لسه بحب اشرف ومش عاوزه يجرى له اي حاجه بسببي. وانتي كمان ما تجيش هنا تاني وما تجيش تشوفيني لو سمحتي، وابعدي خالص. بلاش نبقى عمالين نجر بعض واحد ورا التاني، بلاش يا ليلى. طب خلاص يا حبيبتي، خلاص خلاص ارجوكي. يا ست الكل، الراجل شكله مش صح في ارزقي، يعني برامج وحركات. شوفيه انت بس الاول. هو انا مستنيه برامج وحركات يا عفش انت؟ هو ده اللي واقف هناك. هو ده هو ده. اموت انا في الجرايد. يا لهوي. مساء الخير. مساء النور. ألف مبروك على الفيلم، شكله هيكسر الدنيا. شكلكم مختلف عن التلفزيون كتير بس أحلى. ميرسي، ده من ذوقك بس. طارق الشورى من الأمن القومي. امن قومي؟ امال الواد المنيل على عينه قال لي خير يا باشا، بس انا فيلمي كله هلس ومسخره، يعني مفيهوش حاجه كده ولا كده. لا، وأنا مش جاي عشان كده. امال عشان ايه؟ أنا جاي بخصوص نوح السباعي. هو مشرف عندنا دلوقتي في النيابة، وشكله كده هيورطك معاه في مشكلة. نوح في النيابه وهيورطني؟ انا مش فاهمه حاجه يا باشا، ما ترسيني على الحوار، انا قافله تليفوني من الصبح وفاصله عن الدنيا كلها. ماشي يا ست، أنا فاهمك. نوح السباعي مشرف في النيابة بقاله ساعتين، متهم بالإتجار في المواد المشعة. مواد مشعه؟ وده من إيه ان شاء الله؟ المواد المشعة محظور استخدامها غير في جهات معينة في الدولة. ما اخبيش عليكي، من فترة جالنا بلاغ إن المعامل بتاعك ستار للتجارة دي، بس بعد التحريات لقينا إن مفيش أي حاجة وكل شيء ماشي مظبوط، فاعتبرنا البلاغ ده كيدي وتحفظنا عليه. كيدي؟ نهار اسود، كل ده يحصل من ورانا واحنا نايمين على ودنا؟ لغاية ما لقينا عينة مشعة مع حد، بعد ما كشفنا عليها لقينا إن هي طالعة من المعامل بتاعكم، فاتقبض على نوح السباعي. طب يا باشا بس يعني هو حضرتك يعني جاية تطمن ولا تطمني ولا جاية تاخدني أنس جنبه ولا إيه؟ لا، أنا للأسف جاي عشان أخليكي تأنسي مكانه. نعم، ليه إن شاء الله. ما دي التوريطة اللي جوزك ورطك فيها. نوح أنكر ملكيته المعامل، وقال أنت مسؤولة عن كل حاجة من أول الملكية لحد الإدارة. عرفت أنا هنا ليه؟ لو سمحت اتفضلي معايا. أتفضل على فين يا باشا؟ ما أنت قبل لازم تعرف طقم المعامل ده كله على الورق وبس، ولا أنا كنت بلبس بلاطي ولا ليا في سكر صايم ولا فاطر. وقال لي الضرايب وابصر إيه وخبيهم في عبك يا علا. قلنا ماشي، إنما يورطني ويحطهم على راسي، ده شعري ده يبقى على ذكر ولا يكون على رقاصة. طب أنت عندك اللي يثبت ده؟ طبعا، ورقة واخداها عليه، وقت ما يحصل حاجة كده ولا كده الحرامي هو اللي يلبس. طب كويس، ما تيجي بقى نكمل كلامنا في المكتب. طب ما تستنى بس نعدي على المحامي، اجيب الورقة من عنده واجي معاك على طول. واحنا ماشيين نعدي على المحامي. طيب هجيب شنطتي واجي. انت عزف، هات شنطتي. يعني ما بتنكرش يا سيد نوح؟ وهنكر ليه سعادتك؟ العينات فعلا خرجت من المعامل بتاعتنا، وزي المحامي ما قال لسعادتك من فرع المنيال كمان. ولازم سعادة الباشا يتم التحقيق الداخلي في الفرع ده للوصول للي عمل كده. جرايه متر، انت ناسي ان الموضوع بقى في ايدين النيابه العامه ولا ايه؟ أنا آسفين يا باشا. لا مش ناسيين طبعا، بس المعامل بتاعتنا يعني تحت أمر سعادتك. عايز تفتش في أي وقت أهلا وسهلا، احنا ورقنا سليم بالصلاة على النبي. وسعادتك دي تصاريح هيئة الإشعاع والطاقة الذرية، الجهة الوحيدة المنوط بيها السماح لنا باستيراد المواد ذات الخاصية الإشعاعية لاستخدامها في الأغراض الطبية. اتفضل سعادة الباشا. في سعادتك برضو تاريخ دخول الشحنة مصر وتاريخ استلام لجنة المعامل ليها. يبقى تفسر بايه خروجها من المعامل؟ لا سعادتك هي ما خرجتش كلها، عينة بس هي اللي خرجت، وممكن ده يكون خير، أو يمكن ده يعرفنا إن في ناس حرامية من جوه بيخرجوا الحاجات دي لحسابهم يعني. تقصد لحساب علي الميري؟ لا بعد إذن سعادتك، أنا لا أعرف حد اسمه علي الميري ولا علي الملكي. بس انت صاحب المعامل اللي تم تسريب العينه منها. بيزنس سعادتك، عامل بيزنس للجماعة المدام. ما تاخذنيش يعني، أنا لقيت شغلانة الأمراض دي ماشية يعني وعلى قفا من يشيل، قلت إيه المانع نستثمر فيها شوية. وسعادتك دي أوراق ملكية السيدة علا عربي لسلسلة معامل دلتا زوجة الشيخ نوح، موكلي مجرد ممول فقط لا غير. بعدين افرض سعادتك إن هي عملت حادثة بعربية أنا مشتريها لها بحر مالي، أقوم أنا أتحبس؟
ولا يحكم؟ كويس ان علي الزفت ده بلغنا باللي حصل وخلاك توضب الورقتين اللي معاك دول. بس رئيس النيابه غتت، عارف انه مصمم يجيب رجلك برضه يا شيخ. يضرب دماغه في الحيط. المهم دلوقتي عندي حاجتين، عولة في الطمع الليلة كلها، ولو ساعد عليك شغل العوالم تغرسها قرصة صح. والحاجة التانية يا شيخ؟ تعرف لي مين السبب في العك اللي بيحصل لنا ده كله، مفهوم؟ مفهوم يا شيخ نوح. أول ما تخلص تكلمني. بقول لك إيه؟ هي مدام فريال فين دلوقتي؟ استني عندك، رايحة فين؟ طالعه اوضتي. يا سلام، وكل اللي حصل ده هيعدي بالسهولة دي؟ وانا جايبك من نادي ولا من عند صاحبتك؟ انا مستلمك من الاسم يا مدام. ها اللي بعده. كنت بتعملي ايه عند نوح؟ هو انت مش قريت المحضر بنفسك والظابط قالك ان هو جايبني من حضنه؟ عايز ايه تاني بقى؟ صدق اللي تصدقه، ومش بعيد بكره تلاقي الجرايد كاتبه ولا نازل سيديهات ليا انا وهو كمان، وبقف معاه. ما هو انت كده ودني، كلمه بتوديك وكلمه بتجيبك. كلمة؟ كل اللي حصل ده بتسميه كلمة؟ انت اتجننت ولا ايه؟ سيب ايدي. دلوقتي بس عرفت انت كنت عايزاني اشاركه ليه؟ افرش لك السكة عشان توصلي اللي في دماغك يا سافلة. انت بتضربني يا روح امك؟ وحياة امي لا دفعك تمن القلم ده غالي قوي. طب ما تحلفي بحياة حاجة نظيفة يا عيلة واطية. العيلة قال، بس أنا اللي غلطان. اللي تجيلي من ورا جوزها الأولاني تعرض عليا خدماتها، لازم أكيد تعمل كده في اللي بعده واللي بعده. انت نسيت انت كسبت من ورايا قد ايه؟ أنتي؟ امال مين يا عينيا؟ اوعى تكون نسيت نفسك يا حبيبي. انت كنت مجرد شوال فلوس، كل يوم بيخسر اكتر من اليوم اللي قبله. كانوا بيحطوك في وش المدفع زي الاهبل ويكسبوا من وراك قد كده وانت هتلبس. مين اللي كان بيقول لك تحط فلوسك فين وتشيلها من ايه؟ مش انا. مين اللي كان بيجيب لك معلومات عن البورصه اللي خلتك بني ادم وسط الناس؟ مش انا برضه. انت بتقولي ايه يا عشرة؟ اللي سمعته يا حبيبي. ما تنساش نفسك يا كومي، انا يوم ما هسيبك هترجع شحات، يا اما هتبقى مرمي على ذمه اي قضيه. القضايا دي اللي زيك. اسمعي، بره. انت البيت ده مالكيش فيه ولا جزمه. بره. هتندم يا كومي. ارجعي لسكك اللي جيتي منها. يا زنبي، انت كنت راجل نيابه قديم وعارف ان انا ما اقدرش اتعامل بره حدود الادله اللي تحت ايديا. انا عارف، لكن القبض على ربا وسرقه السيديهات بعد ذكرها في المحضر اكبر دليل ان في حاجه غلط. ده ملوش غير معنى واحد يا شريف بيه، انها بتتعاقب على معلومات تعرفها، فلفقوا لها القضيه وزرعوا ادله اتهام جديده ملفقه هي كمان. جايز عندك حق في مساله اختفاء السيديهات، لكن خليك فاكر ان الطريقه اللي تمت بيها التسجيلات على السيديهات طريقه غير مشروعه، يعني حتى لو فيها دليل براءتها لا يمكن هيعتد بيها قدام المحكمه. مفهوم طبعا يا شريف بيه، مفهوم، بس اللي عايز اوصله لسعادتك في حاجه مريبه في القضيه ولازم التعامل معاها يبقى على الاساس ده. كل اللي عندي دلوقتي يا زنبي ان المهندسه ربى حلمي متهمه والادله صحيحه الى ان يثبت العكس. انا مقدر حيادك جدا، بس المساله بدات تاخد شكل تاني. مساومه وضغط من جانبهم بيعكس اصرارهم على انهم لازم يخلصوا من القضيه في اسرع وقت ويحملوها القضيه لوحدها، والبنت طبعا مش حمل كده ابدا. قول لي اقدر اساعدك ازاي يا زنبي؟ انا هقدم طلب لسعادتك بنقلها لمستشفى اميري تحت الحراسه نظرا لظروفها الصحيه الحرجه، وبطلب تاشيره بالموافقه عليها. ما عنديش مانع. انت بتقول ايه؟ بقول لك طردني يا نوح، طردني. لا طبعا مش هينفع اجيلك، انا عند ماما. لا ما تبعتليش عربيه، ما ينفعش. ما اعرفش. لا طبعا مش عارفه افكر. هكلمك تاني. ما تقعد يا جمال يا حبيبي، البيت بيتك. طبعا، ما هو مولد واللي عايز يشمت يتفضل. اصل الذبيحه لما بتقع سكاكينها بتكتر.
مش جاي عشان اشفت فيكي. في الاول والاخر برضه انت ام ابني. والله امال جاي ليه ان شاء الله؟ جاي عشان اشوف الكلام اللي في الجرايد ده صح ولا غلط، عشان لو غلط احاول اقدر اساعدك واجيب لك حقك. متشكرين يا سيدنا. اريحك، كل اللي في الجرايد ده صح. اريحك اكتر، اللي في الجرايد ده صح واكتر منه شويه كمان. انا كنت مرافقه على جوزي، يعني مدوراها على الاخر. اطمنت؟ اطمن فيا غبيه؟ ده انا جاي بقول لك انت ام ابني، والسمعه اللي هتطلع عليك هتفضل لازقه فيه طول عمره. سمعتك سابقه يا حبيبي، بلاش نعاير بعض. انا لا جاي عشان اعايرك ولا تفرقي معايا. اللي يفرق معايا الواد وبس. افتكري كده ان الواد ده بكره هيكبر ويبقى راجل. تحب الناس تعايره بامه؟ تقول امك راحت امك جت وتجيبوا سيرتك قدامه ليل نهار؟ نصيبه كده. انا عايزه اجيب لك من الاخر. خلي الواد يتبرى مني. هقول لك على احلى منها، خليه يتبرى مننا احنا الاثنين. عارف ليه؟ عشان احنا ما نستاهلوش. يا ريته كان مات في بطني بدل ما يشيل وسختنا احنا الجوز. مات؟ انت مفيش فايده فيكي. انت واحده مش عايزه تبقى نظيفه، لكن انا بحاول ابقى نظيف. كل اللي بيحصل لي ده عشان بحاول انضف، بحاول اتغير عشان الواد ده. لكن انت حجتك ايه؟ بعتي كل حاجه وجريتي، سبت الدنيا اللي انا عملتها لك. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الحقد والانانيه اللي مالوا قلبك، اللي خلوكي مش شايفه حاجه غير الفلوس وبس. انت مبسوطه دلوقتي؟ يا فريال انت السكينه سرقاكي ومش شايفه غير روحك وبس. الواد ده بكره هيكبر ويشوفك في الشارع ويدور وشه عشان بيستعر منك. ساعتها الفلوس هتسوى حاجه؟ اكيد لا. بقول لك ورطني يا اختي. سلمني تسليمه هالي. المخفي على عينه نوح الزفت. هو انا عارفه له طريق جره؟ ايوه عملوا لي استدعاء. والنعمه. يا مدام، مين اللي جاي موكوسه؟ واحد من طرف الشيخ نوح بيقول ان اسمه استاذ جميل المحامي. طب خليه يخش. حاضر. ايوه حبيبتي، معلش هكلمك تاني. سلام دلوقتي. اتفضل. مساء الفل يا ست الكل. مساء النور يا استاذ جميل. جميل جمال ومالوش مثال يا اخويا. الشيخ بتاعك لبسها لي وبعتك دلوقتي تقرط عليها ولا ايه؟ هي ايه دي اللي لبسها لك يا مدام؟ الهمه يا صبي الشيخ. النيابه بعتت لي شكلكوا كده هتلبسوا لي الليله كلها، ويظهر البيت بتاعك نسي ان مراته ومسؤوله منه ولا ايه؟ اهدي كده يا مدام، مفيش كلام من ده. امال انا جاي لك هنا ليه؟ ارمي في عيب برمي. الشيخ على فكره اتفاجئ زيك بالظبط، وكان لازم يتصرف. ومعلش جت فيك انت، بس احنا بتوع بعض ولا ايه يا مدام؟ واخرتها بقى يا بتوع بعض؟ اخرتها خير ان شاء الله. انا جاي اقول لك الكلام اللي هتحفظيه وتقوليه قدام رئيس النيابه، كلمتين ورد غطاهم. وبعدين يا ست الكل، انت ناسيه ان انت معاكي ورقه ضد بتقول ان كل حاجه بتاعته، يعني مالكيش فيه. ابيض يا ورد. انت هتجنني انت وهو ولا ايه؟ انتوا مش بعت واحد يشتغلني ويطشها مني يا نور؟ لطش ايه؟ الورقه؟ لا الحله يا حرامي الحل. طبعا الورقه يا اخويا. تصدق وتأمن بالله يا راجل، قول لا اله الا الله. لا اله الا الله يا سيدي. الورقه دي انا كنت هتجنن واخدها منها، بس خلاص قصرت عليها المشوار اهو. الورقه دي بقى كانت ممكن تشيلك الليله كلها. بس خلاص بقى الورقه بقت معاك، وبعدين انا ايه وانت ايه؟ ما احنا واحد حبايب يعني. وعلى فكره انا مش زعلان من الكلمتين اللي انت قلتهم لي اخر مره، وعرض الشغل بيننا وبين بعض ده ما زال قائم. قلت ايه بقى؟ تصدق بالله، قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. وانت صدقت نفسك ولا ايه؟ الورقه دي مش للبيع يا نوح. الورقه دي عشان انزلك بيها، اعرفك قيمتك وحجمك، هخليك تندم على اليوم اللي طلعت لك فيه مش اكتر. اهم اللي بيذل العباد ربنا. وبعدين بتعمل كل ده ليه؟ هتاخد من وراه ده ايه يعني؟ مزاج، بتسلى عليك لحد ما تدلنا على مكان المهدي. مهدي؟ يا دي المهدي وادي سيرته،
هو انا لو اعرف طريق الماء هخبيه منك ليه؟ السؤال ده تساله لنفسك. هترد عليه كويس بقى الايام اللي جايه لما تعرف المفاجاه اللي انا محضرها لك. بس عايزك بقى تفكر كويس هتقول ايه لمسعود حجي لما يعرف ان انت السبب على جره على النيابه. طب انا مالي ومال مسعود حجي؟ ونيابه ايه اللي انا قلتها له؟ احنا هنقعد بقى نهرف كلام ملوش لازمه. انا مش فاضيلك يا نوح. اصبر بس. وايه اخرته الكلام اللي انت بتعمله ده؟ اخرته انا ممكن اشيلك من دماغي خالص، بس تقولي على كل اللي عايز اعرفه. عليك وعلى منصور حجي. شوف، المرة اللي انت شفتني فيها انا ومسعود دي كانت اول مرة اشوفه، وقال لي انه مسافر عشان يقابل المهدي، بس اقسم بالله العظيم ما قال لي هيقابله فين، وقال لي كمان ان دي اول مرة هيشوفه فيها، وانه مش طايق يشوفه من اصله، وان الزيارة دي ملهاش اي لازمة، بس لازم هو وشريكه طه يعملوا الزيارة دي عشان يبقوا عمل اللي عليهم قبل ما يعملوا الخطوة التانية. خطوة تانية زي ايه يعني؟ ما هي دي بقى الجملة اللي أنا حسيت إنها وقعت من جوه، وإنه ندم إنها طلعت. أنا كمان عملت إن أنا ما خدتش بالي عشان ما خوفوش مني. هو ده كل اللي حصل. ايه يا متر؟ هنشرف هنا كتير ولا ايه؟ ما خبيش عليك يا فتحي باشا، المرة دي القضية معمولة لك وصاية، التحريات ومحضر الضبط والأحراز فيهم تفاصيل وشغل كتير كان بيتم. شغل كتير ايه بقى ان شاء الله؟ مراقبة التليفونات وعينات البانجو اللي اتاخدت من الأرض، ده غير السلاح اللي اتلاقى من غير ترخيص، والستات والرجالة اللي اتمسكوا واتعملت لهم قضية دعارة. يعني والإجراءات؟ إذن النيابة سليم، غير الحاجات اللي تلاقيها تلبس طبعا. تلبس؟ وفين الأستاذ بتاعك؟ بعتك تترش لي الكلمتين دول وخلع ايده هو على كده ولا ايه؟ يا باشا الأستاذ سلامة بره مصر وهو اللي كلمني عشان أجي لك النهارده. اسمع يا ابني، أنت لسه عيل صغير. بلغ الأستاذ بتاعك يسيب اللي في إيده ويحضر ويتصرف، ولازم يتصرف. يعمل بقى الشويتين بتوعه اللي بياخد عليهم قد كده كل مرة. يا باشا مفيش يا باشا، اللي بقول لك عليه تنفذه. أنا لو ما طلعتش من هنا مش هيبقى حلو للكل. بلغه كده. تمام تمام يا باشا. بلغه كمان لو بيفكر يأكلني ليهم هيزعل، وناس كتير جنب منه هتزعل. مش فتحي بوبو اللي اتعمل عنترة. بالسلامة يابا. من فضلك بقى سيبيني بقى، حرام عليكي. حرمانية يا بنت، ده لحد دلوقتي ما حصلش غير الأصول. واسمعي، انت مالكيش دخول جنة الا برضا جوزك، وهو ما هوش داخلها الا برضا اهلها. يبقى الاصول ايه؟ انك تبقي مداس في رجل اهله تختميهم. اقعد يا بنت، اقعدي. تغسلي؟ ما بعرفش. تتعلمي؟ ما بعرفش والله العظيم ما بعرف. بنات البيت هيجيبوا لك خلقاتهم دلوقتي تغسليهم زين، ولو واحده فيهم اشتكت انا اللي هاخد حقها منك. فاهمه؟ اغسلي يا بنت الكلب، يا ابن الكلب، يا ولاد الكلب، كلكم ولاد كلب. وقهر نفسك ليه بقى من الكلمتين اللي سمعهم لك طريقك؟ كان عنده حق وبولك على الجرح، مش كده؟ جمال طول عمره كان عنده حق. أنا فعلا زي ما هو بيقول طماعة وأنانية والسكينة سارقين. هو الوحيد اللي كان بينصحني في دنيتي، وكان بيصبر عليا. كل كلمة كان بيقولها لي كنت ببقى متأكدة إنها في مصلحتي، بس كنت بعند بقول لأ، معرفش ليه. يبقى عمرك ما حبيتيه؟ بالعكس، أنا عمري ما حبيت غيره، ومتأكدة إن ده أكتر واحد حبني في حياتي. كنت بصدق كل كلمة بيقولها لي، بس كان غصب عني. أيوة كان غصب عني. ما هو جالي بعد حرمان سنين، كنت كل ما أشوف حاجة في إيد حد أبقى عايزاها. ما يقدر على القدرة إلا ربنا يا حبيبتي. عم رجائي كان بيقول كده، بس أنا كنت عايزة ساحر، وجمال مش ساحر. جمال ما كانش حيلته غير قلبه وحنيته، وأنا ضيعته. شكرا. مين اللي كنت واقف معاه ده؟ دي يا ستي المفاجأة اللي أنا كنت عاملها لك.
مفاجأة. طب اشرب لحسن الفراولة لما بتسخن بيبقى ملهاش طعم. انت مش كان نفسك تسافري؟ هو انت لسه فاكر؟ طب يا فريال، على العموم انا حجزت لك ليلتين في الغردقه، ومكتب السياحه بعت لي حجز مع الراجل ده. الغردقة مرة واحدة؟ وجاي على نفسك كده ليه؟ وشركة سياحة ومندوب، كل ده عشان الغردقة؟ وبعدين ما خلتش المندوب يروح لنا على البيت ليه؟ ولا أستاذ رجائي ممكن يتضايق إن إحنا مسافرين مع بعض؟ هتضايق من ايه يا فريال؟ انا حتى كنت بفكر اخلي سليم يقعد معاهم ونسافر انا وانت لوحدينا. أنا مش رايحة الغردقة، ما بحبهاش. مالها الغردقه؟ ما كل الناس بتروحها عادي. أديك قلتها بعضمة لسانك، كل الناس بتروحها. يوم ما تيجي توديني حتة توديني الغردقة؟ أنا يوم ما أسافر عايزة أروح اسطنبول، اليونان، تايلاند، مش الغردقة زي كل الناس. معلش، تعالي على نفسك المره دي ومشي الغردقه، والمره الجايه هوديك الحته اللي انت عايزاها، بس واحده واحده. ولا واحدة واحدة ولا نص واحدة. جمال، أنا بقالي قد إيه قايلة لك إن أنا عايزة أسافر؟ وانا كنت مشغول، هعمل ايه؟ وإيه الجديد يا حبيبي؟ ما أنت على طول مشغول. أنا بقالي شهرين بقول لك إن أنا عايزة أسافر. يوم ما تيجي بقى تسفرني تحجز لي ليلتين في الغردقة، أنا مش رايحة. لو عايز تروح ونفسك هفاك قوي على الغردقة، اتفضل خد ابنك وروح. أنا اتعودت على قعدة البيت. غردقة. ولما هي الحكايه كده كنت بتتمردي ليه بقى على عيشتك ومش طايقاها؟ ندمتي دلوقتي يا فريال؟ ندمتي وعرفتي ان انت ظلمتيه وظلمتي ابنك وظلمتي روحك كمان قبليهم؟ عرفت. هيفيد بإيه الكلام ده دلوقتي؟ حتى النصيحه مش عايزه تسمعيها. نصيحة؟ أنت مصدقة نفسك؟ نصيحة إيه؟ هو أنا مين اللي خلاني كده؟ مش أنتي؟ مين اللي كبرني على الحرمان؟ مش أنتي برضو؟ أفكرك لو ناسية، مين كان بيقول لي يا بت شوفي دي جابت فلوس منين؟ شوفي عملت إيه؟ شوفي عايشين إزاي؟ مش كل ده أنتي؟ ولا نسيتي الكلام اللي كنت بتقوليه لأبويا؟ دلوقتي جاية بتنصحيني؟ خليها لنفسك، خليها لنفسك يا ست الشيخ، ولا أقولك ما بقاش فيها فايدة أصلا. معاكي حق. ما هو اللي يبدأ عوج يتنه طول عمره عوج. يا فندم، اللي حصل معايا وبشكل متكرر خيابة، قلة أدب. معقول ظابط سابق زيك ومرشح لمسؤولية جهاز مهم بتوصية شخصية مني أنا يعملوا معاه كده؟ اخس يا علي، اخس. البلد باظت يا علي، حقيقي البلد باظت. هو انت ما كانش معاك كارنيت طلعه لهم؟ طب يا اخي كنت اتصل بيا وانت معاهم في الكمين، كنت اتوسط لك واخلصك على طول. بس هقول ايه بقى؟ هقول ايه؟ كل عمل بشري مهم وانجاز عظيم لازم يبقى فيه نسبة فشل حتى لو 1 في المليون، وده ما بيأكدش ضعفه، بالعكس ده بيثبت سلامته. وارد جدا ان يحصل فيه مشاكل بس بتتحل. وانت يا علي بقى نسبة الفشل دي؟ يا فندم، اللي حصل معايا وبشكل متكرر بيدل على ان في حد من جوه الجهاز بيعطل شغلي. واحنا مش ملايكة يا علي، احنا مش ملايكة. وجايز جدا زي ما انت بتقول كده تلاقي نفر 2 10 حتى من زمايلك بيحاربوك وشايفين انك غير كفء للمكان اللي انت فيه ده. دورك بقى انك كنت تستحمل وتاخد فوق نافوخك، وفي نفس الوقت تنفذ المطلوب منك بأعلى كفاءة. أنا بطلب من سعادتك فرصة أخيرة أعالج بيها الموقف، أرجوك. فرصة أخيرة؟ فرصة أخيرة ليك ولا ليهم؟ يا فندم اوعى تفتكر إن واحد بضعفك ده أنا هسمح لهم إن هم يكسروا أكتر من كده. وبالتالي أنت في أجازة مفتوحة يا علي.
وانا كده ببقى بحميك. عارف ليه؟ عشان انت نسبة الفشل اللي بتثبت سلامة شغلنا. بعد اذن سعادتك. خلي بالك بس وتابعني بأي جديد. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. أيوه، في حاجة؟ لا بس كنت بشوفك جاي على الغدا ولا لا. احتمال. أو أقولك مش هينفع لأني هضطر أنزل تاني بالليل. كيكي كويسة؟ الحمد لله. في حد من المكتب باعت معاه علبتين دوا ليها. تمام. خديهم منه. تمام. هكلمك تاني. اوكي. سلام. مع السلامة. هو هيروح امتى؟ السبت. بس تمام صح. هي 320 القاهرة. طيب هكلمك تاني.